شايفين البطاطس مستويه ازاي ودايبه؟ طاجن البطاطس باللحمه وموزاريلا. تعالى معايا اقولك المقادير. معانا بطاطس مسلوقه ومقورينها، لحمه مفرومه، معانا عصير طماطم، جبنه موتزاريلا وبصل، فلفل اسمر وملح وزبده وزيتون. في اي حله عندنا هننزل بمكعب زبده، هنفضل نقلبها لحد ما تسيح. اول ما ساحت معانا هننزل باللحمه، نحط ملح فلفل مكعب مرقه لحمه، نحط شويه ريحان وندي كده تقريبا كده. اللحمه استوت معانا، تستحق اللايك بصراحه. عايزين تعلوا التست كده وتشموا روايح حلوه، حطوا شويه قرفه، قلب كده نزيل الريحه. قبل ما نزود البصل هناخد الدهون بتاعه اللحمه دي على جنب عشان اقول لكم هنعمل بيها ايه في الاخر. لازم نصفيها كويس عشان لما تتحط في البطاطس ما تفرولهاش. دلوقتي هننزل بالبصل، نديها كده تقليبه حلوه، كمان نحط شويه زيتون، ده اختياري على حسب ما انتوا عايزين. دي كده شويه كده تتشوح مع نفسها ونرجع لكم تاني. عقبال ما اللحمه تجهز معانا تعالوا بقى نحضر الصلصه. عندنا زبده ناخد منها حته صغيره جدا، ومعانا عصير طماطم. احنا عندنا طريقه تانية خالص بالصلصه، حاطين معاها كاتشب وحاطين معاها هريسه عشان تدينا سنه السبايس الحلوه، ومعلقه سكر كمان عشان الحموضه. كده اللحمه بتاعتنا جاهزت، تعالوا نحشي الرز، يلا بينا. جبنا الطاجن بتاعنا والبطاطس بتاعتنا. البطاطس متقوره ومسلوقه مش سلقه. في معلومه مهمه، احنا المفروض بنقور البطاطس قبل ما نسلقها، بس مش للاخر، ما تبقاش للاخر وفي نفس الوقت مش على الحواف، عشان لما تتسلق ما تتهريش معانا. بنسيبها من 10 دقايق لربع ساعه على النار، ونحط في الميه شويه كمون وشويه ملح عشان تدينا طعم في البطاطس. وبعدين بنطلعها تبرد خالص، ما يكونش فيها اي ميه، ونسيبها تبرد على جنب عقبال ما نحضر حاجه. هنمسك البطاطسايه ونبتدي نحشي كده بالمعلقه. تعالى كده قرب، وندخل كده اللحمه جوه، مش عايزين نملاها للاخر عشان هنحط جبنه على الوش. ونرصها كده في الطاجن، خلص باقي الكميه وارجع لكم تاني. خلصنا حشو البطاطس ونقلناهم هنا في الطاجن عشان يبقى شكلهم احسن. كده الصلصه خلصت معانا، يلا نحطها على البطاطس. اخر حاجه كده هنديها التاتش بتاعنا، حبه رومي كده على الوش، لان الرومي بيدي طعم تاني خالص. بس كده موتزاريلا على الوش. عايزاكم تتخيلوا معايا وتشموا الريحه عامله ازاي بجد. تعالوا اقول لكم بقى الدهون اللي احنا شلناها جه وقتها. تعالى كده بص هنعمل ايه. شويه كده على الجبنه، عايزاكم بقى ايه تتفرجوا على شكلها لما تخرج من الفرن. دلوقتي هنسيبها في الفرن ربع ساعه ونرجع لكم تاني. تعالوا معايا كده بقى نبص هنا كده، شوف ايه اللي بيحصل جوه. تعالى نشوف الطاجن ده بيقول ايه. طاجن البطاطس باللحمه والجبنه خطير. كده خلصت حلقتنا النهارده، اتمنى تكون عجبتكم. اعملوا لايك وفولو وشير الفيديو.